السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عبد الودود. اليوم أخواتي الكريمات جبت لكم وصفة يطلبوها أخوات كثار، هي وصفة أو كيفية خبز الدار. مجربتها بزاف، يعني عندي شحال وانا نديرها من هذه الوصفة. ما كاش لي ما ذاقهاش وما قال ليش اعطيني الوصفة نتاعها. يجي خفيف مثل القطن ويجي هشيش. نتمنى انكم تجربوها. راح نبدا المقادير، والمقادير كالتالي: عندنا 2 كيلات سميد وكيله فرينه. انا كيلت بهذا تاع الزبده تاع نص رطل، كيلت 2 كيلات سميد وكيلت كيله فرينه. عندنا مغرف كبيره سكر، عندنا ملعقه خميره الخبز، وعندنا نصف ملعقه سانوج، وعندنا من 3 إلى 4 معالق لحظة حليب غبرة، ونحتاجو فنجال تاع قهوة تاع الزيت. نحتاجو حوالي فنجال قهوة تاع الزيت، ونحتاجو ملعقة صغيرة ملح. الآن راح ندير المقادير نخلطها مع بعض. راح نخلط المقادير، نحط الخميرة بجيه، نحط السانوج ونحط السكر. الآن نخلطوا المقادير مع بعضها. راح نضيف الزيت، راح نبسها كذلك. ما قلت لكمش نحتاج ماء دافي، ونحتاج نصف ملعقه زبده، نحتاجو حبه بيض، ونحتاجو نصف باكي خميره تاع خميره الحلويات. الان نبسوها. هنا السميد تاعنا من النوع الممتاز، نوع المتوسط. راح نخلط المقادير كامل مع بعضها، وراح ندير الماء دافي تنحصل على عجينه متماسكه. راح نضيف الماء بالعقل، راح نضيف الماء الدافي بالتدريج حتى نتحصل على عجينه متماسكه ما تكونش جاريه. اختي هذه المقادير تاع العجينه راح تجينا قرصه تاع سني تاع الكويزينيير. هاي وين تلمت لي العجينه، انا هنا راني ما جريتهاش كما كتلاحظي. الان واش راح ندير؟ راح نبدا نعجنها بشويه ونضيف الماء بالتدريج. اللي عندها العجان تعجنها في العجان. مرة راح نزيد لها الماء، نعجن ونزيد الماء. انا هنا راح نعجنها مليح حتى تبدا تلصق في يدي. راح نكملوا مع بعض الكيفيه ان شاء الله.
الان هاي العجينه تاعنا بعد ما عجنا وزدنا عليها الماء مره على مره، هاي وينا تحصلنا على عجينه تلصق في اليدين. الان واش راح ندير لها؟ راح نغطيها ونخليها تخمر، ومن بعد نرجعوا نكملوا الطريقه باذن الله. الان بعد ما خمرت لي شويه راح نضيف نصف ملعقه زبده اللي كنا هضرنا عليها في المقادير، وراح ندير نصف كيس خميره الحلويات. خميره الحلويات هنا نديرها في مكان محسن الخبز. انا دائما نديرها، ما نستعملش محسن الخبز، نستعمل خميره الحلويات. وراح نضيفو بياض حبه البيض اللي قلنا عليه. الصفار راح نخلوه ندهنوا به الخبز تاعنا من فوق، والبياض راح نديرو هنايا. الان راح ندخل كامل هذه المكونات اللي درناها، راح نعجن وندخلها داخل العجينه. راح نعجن حتى تدخل كامل المكونات. راح يجينا هذا الخبز هشيش، وراح يجينا ما شاء الله عليه. انا هنا عندي رمضان نستعملوه بزاف. انا هنا راح ندخل المكونات ونعجنها مليح، ومن بعد نرجعوا مع بعض باذن الله. هاي وينا بعد ما تلمت لنا كامل المكونات راح نحطها في هذا البلا. الان راح نقرصها على حساب البلا تاعي. راح نديرو كامل على حساب البلا اللي عندي. ما راحش نديرو رقيق رقيق وما راحش نديرو خشين، راح نديرو في الوسط. انا هنا خبز الدار راني درتو في البلا كامل. الان راح نخليه يخمر. الان هاي وينا بعد ما خمرت وضاعف الحجم تاعها، راح نجيبو البيض اللي كنا درنا له ملعقه صغيره حليب، ملعقه صغيره قهوه، وخلطناها مليح، وراح نديرو فوق الخبز تاعنا بلا ما نضغطو باش ما نهبطوش هذيك الخميره. راح نديرها كامل على البلا كما كتشوفي. انا مانيش نضغط. الان بعد ما درت البيض راح نزين بالجلجلان. راح ندير خطوط ولا ندير كل وحده وتزين على حساب الذوق تاعها. انا راح نزينها كيما هكذا. نتمنى منكم انكم تجربوها هذه الوصفه. راح نديروا الان الساندويتش. انا راني سخنت الفرن على 200 درجه مئويه. راح ندخل فيه الخبز ونخليه حتى يطيب. كي يطيب من التحت راح نشعلوه من الفوق يتحمر لنا مليح، ومن بعد نوري لكم باذن الله الكيفيه جاهزه. اختي هاي وين الكسره تاعنا بعد ما وجدت. ها وين الخبز الدار تاعنا بعد ما وجد. خرجناه من الفرن. ماذا بك تخرجيه من الفرن تنحيه من السنيوه تاعو باش ما يتندالكش. الان انا نمشي نقطعو. راح نقطعو ونديرو في السله تاع الخبز، وراح تشوفوا الوصفه جاهزه باذن الله. هاي وين اختي الوصفه تاعنا تاع خبز الدار جاتنا ما شاء الله. هاو الخبز تاعنا جانا خفيف
جانا هشيش، ذوقوا ما شاء الله. جاكي الاسفنج. نتمنى انها تنال اعجابك. اذا كان عجبكم ماذا بكم ديروا لي جيم اسفل الفيديو، تشتركوا معايا في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.